السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل معاكم كبدة زي بتاعة الشارع بنفس الطعم ونفس الريحة وكل حاجة. دي طبعا كبدة بلدي، تمام. وهنعمل معاكم المخاصي دي مش متنضفة، خدوا بالكم بتبقى زفرة. طبعا انا هجيب لها سكينة وهقطعها من هنا اهو، وهنشيل الغلاف دوت اللي عليها، تمام. المخاصي اهي بيبقى عليها الجلدة دي مش متنضفة. احنا هنجيبها كده كده اهو، تمام. فتحناها كده. دي كانت في التفريزر، يعني مش طريه قوي، هي فكت شويه بس مش طريه قوي. هنجيب كده، شايفين الجلده بتتشال ازاي اهي كده اهو اهو. ادي شلنا اهي حته، التانية اهي بتتشال بكل سهوله عشان مجمده. ولو طريه اعمليها بس بالراحه، الجلده دي بتترمي، تمام. التانية اهي افتحها كده زي كده من بطنها كده اهو. انا حاولت اصورها لكم وانا بعمل على قد ما اقدر. افتحها كده اهو، شايفين اهو. بصوا بكل سهوله بس بالراحه كده عشان ما تتهريش. بس خدوا بالكم، بصوا بالراحه كده اهو. ادي قطعه اهي، ادي القطعه التانية، تمام. حاولت اوريها لكم اهي. خلصناها اهي، نضفناها، نقطعها بقى ونرجع لكم. دلوقتي احنا حطينا حله فيها شويه زيت اهو، مش كتير قوي، معلقتين، تمام. وعملنا توم اهو. هي دي توميه بس التوميه مش كلها لان التوم فيه نشف يعني، فدي توميه اللي طلع منها. وفلفل احمر وفلفل، بس مش فلفل احمر اللي هو المعسل، فلفل رومي عادي بيبقى فيه محمر كده. بلاش تحطي فلفل احمر خالص، حطي فلفل رومي، هو ده فلفل رومي اخضر، تمام. فرمناهم كده مع بعض، تمام. وحطينا الزيت يتقدح على النار، هنوطي كده شويه عليه. هنجيب شويه الدوش او الليه اللي موجوده في الكبده. ويا ريت لو انت عندك ليه حطي، بس دي مش ليه، ده دوش، تمام. ثواني كده اهو، تمام. وحطيت معاهم شويه ثوم وفلفل. عايزه تفرميهم خالص افرميهم، عايزاهم يبقوا باينين كده براحتك، تمام. اديهم تشويحه كده، الليه او الدوش اهو جاي مع الكبده، تمام. دي كبده دبس، زي كبده الشارع بالظبط، تمام. هنديها كده تشويحه. دلوقتي احنا ادينا تشويحه للثوم اهو بشويه الزيت والليه. واهم حاجه عشان الكبده تطلع منك تمام، حطي معاها حته ليه وشوفي الطعم وقوليلي ايه رايك، تمام. هنبتدي بقى. انا الكبده دي عصره عليها ليمون عشان الزفاره. هننزل حته كده صغيره، نص الطبق مش الطبق كله، تمام. وهنديها تشويحه كده. وكمان هنحط نص المخاصي كده. انا حطيت نص المخاصي ونص الكبده، تمام. من شروط تسويه الكبده انك انت طبعا اللي عايز يعمل كبده لوحده يعملها، واللي عايز يعمل مخاصي لوحدها يعملها، تمام. احنا قشطه بناكلهم مع بعض وطعمهم جمال، تمام. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بنديها كده تشويحه على النار، ومحطراش الكبده كلها. بردك من شروط تسويه الكبده ان انت ما تطلقهاش مره واحده، قطعه حبه حبه. انا ده يعتبر نص كيلو، قسمها على 2، يعني ربع في ربع، ماشي. ننزل بقى بالمخاص التانية، وننزل بالبقية الكبده، تمام. ونقلب، نقعد نقلب بقى فيها كده، نشوحها على النار، تمام. شوف بقى التوابل بتاعتنا. ربع معلقه ملح عشان الكبده ما بتاخدش ملح كتير. بابريكا نص معلقه صغيره،
3 عيدان قرنفل، وهنحطهم معاهم دلوقتي وهي بتتسوى. هنحط دلوقتي التوابل كلها، بس ايه القرنفل حلو ياخد من طعم الكبده الاول. نص معلقه كزبره، ربع معلقه كمون، اهم حاجه ومعلقه صغيره مليانه حلوه كاري. الكاري ده بيدي طعم للكبده رهيب رهيب رهيب. تمام. وربع معلقه فلفل، وده توم باودر. احنا كده كده حاطين توم، بس ايه عشان ايه يبقى في طعمه كده جميل. وبعد كده هنحط، احنا حطينا التوم ما شوحناه معاهم، وبعد كده بقيه التوم دوت هننزله، وهننزل الفلفل. تمام اهو، ده التوم اللي ما اتحمرش هيستوي معاه. مش قادره اوصف لكم بقى ريحه التوم مع الليمون اللي معصور على الكبده، والريحه عامله ازاي. تمام. والله كبده الشارع بالظبط نفس الريحه، واحلى طبعا وانضف. وده فلفل رومي اللي قلت لكم، وده فلفل رومي مش فلفل الاحمر الالوان الملون، ده فلفل رومي بردك عادي. تمام، اللي هو البلدي العادي. تمام. نبتدي بقى نديها تقليبه كده. تمام. ننزل بقى بتوابلنا. التوابل معانا اهي. تمام. نزلنا كده كل التوابل. يا سلام يا سلام على الريحه. جربوها بالطريقه دي وقولوا لي. هسيبها بقى تستوي ونرجع لكم تاني. الكبده بتاعتنا دخلت في التسويه خلاص، استوت. ما بتاخدش يعني، ما خدتش 5 دقايق على النار وانا بقلب عليها كده. الصوص بتاعها ده هينشف، هطفي عليها طبعا. دي كده هتبقى طريه. لو يعني نشفت الميه قوي خدي بالك، عشان الكبده ما بتحبش السوى كتير. لو قرصتي عليها في السوى تنشف منك وتشد. شوحتيها يا دوبك زي ما قلت لك كده اقل من 5 دقايق، هي استوت جدا والله، يعني استوت جدا. تمام. انا دقتها تحفه تحفه تحفه. احتاجت معايا شعره ملح تاني حطيت لها، فده انت بتظبطيه مع نفسك حسب الكميه بتاعتك. تمام. وده الشكل النهائي للكبده الخطيره بتاعتنا والمخاصي اهي. احلى كبده دي ولا ايه؟ بجد جميله جدا. ده الشكل النهائي للكبده، ما خدتش والله 4 دقايق 5 دقايق على النار. يا رب تكون طريقتي عجبتكم. جربوها زي ما قلت لكم. ما تنسوش اللي عايزين تاكلوها زي ما انتم بتحبوا بالفينو والطحينه. تمام. عايزين تاكلوها انا عاملاها مع مكرونه. تمام. وبالهنا والشفا عليكم. يا رب تكون الوجبه دي عجبتكم، وطريقتي في الكبده عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين، وباي باي.